السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة افتكاسات البيت المصري وريفيو جديد عن سماعة بلوتوث أذن جديدة. السماعة اسمها سودو. السماعة دي أخدة ريفيو جميل جدا. وكمان الموديل بتاعنا ده اللي هو الاس دي 1008. ده الموديل دوت حديث، يعني ما بقالوش كتير نازل. واخد ريفيو كويس جدا. خليكم معايا، هنفتح العلبة نعمل انبوكسنج للسماعة. وهنقول ايه محتويات البوكس بتاع السماعة، وهنعمل تجربة مستخدم، وبرضه هنعرض لكم كيفية الاستخدام. بس مش في الفيديو ده طبعا، في فيديو تاني بعد ما نفتح السماعة ونستخدمها اسبوع او اسبوعين، وننقل لكم التجربة كاملة ان شاء الله. انما الفيديو ده عبارة عن فيديو انبوكسنج للسماعة. السماعة بتيجي زي ما انتم شايفين كده في بوكس، وبيبقى فيه ورق سلوفان من بره هنشيله. تابعوا معايا الفيديو للآخر، هقول لكم سعر السماعة في آخر الفيديو إن شاء الله. بتشيل الورق السلوفان أهو عادي، مفيش أي مشكلة. احنا بنفتح معاكم أهو السماعة آه عشان نشوف محتويات البوكس. نفتح من هنا البوكس، هو مكتوب عليها من بره البطارية من 6 ل8 ساعات working time، يعني تشتغل من 6 ل8 ساعات. تي اف كارد اكسس بورت، يعني في مكان لميموري. دي حاجة كويسة جدا برضو. آه، والبطارية بتقعد 8 ساعات في الشحنة الواحدة، 8 ساعات working time. هنفتح العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين فتحنا البوكس، بتيجي السماعة. أول ما تفتح العلبة هتقابلك السماعة وفي اللوجو بتاع سودو. الشعار بتاعهم جميل جدا، بشكل جميل محطوط على السماعة. والسماعة محطوطة لفة حوالين بوكس كده. هنشوف ايه البوكس ده. هنا كده دي فاضية ومفيهاش حاجة. ايه دي السماعة. اه تقفلها كويس. وهنا في اللي هي بقى المؤشرات بتاعت البلاي وهنا ده مكان الميموري، وده مكان كابل الشحن، وده مكان الكابل اللي بتشغلها بيه بسلك، يعني ممكن تشتغل بسلك وتشتغل ايه بلوتوث. هنشيل السماعة من هنا، هنلاقي جوه البوكس دوت مفيش اي حاجة غير وصلة الشحن. في قلب البوكس ده في وصلة شحن فقط لا غير. وصلة يو اس بي عادية وتايب سي، مدخل تايب سي، وصلة يو اس بي عادية خالص. بس الراجل قال لنا الافضل ان انت تشحنها في اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر، بلاش تشحنها في الراس الشاحن عشان بيدخل لها فولت عالي لو انت هتشحنها براس الشاحن. قال لازم الافضل تشحنها في اللابتوب او الكمبيوتر، يعني تحط اليو اس بي في اللابتوب او الكمبيوتر. قال لنا ده هيكون افضل بالنسبة لعمر السماعة وبالنسبة للكهرباء اللي داخل السماعة. لاحظوا كده، بصوا هي السماعة مبطنة، فيها بطانة جميلة جدا، وفيها إمكانية إن أنت تطول وتقصر. يعني تطول هنا أهو، بصوا، تطول زي ما أنت عايز حسب حجم الرأس، يعني حسب حجم الراس، وتقصر أهو. أنا قصرتها على الآخر، وهنا برضو إيه نزلتها أهو على الآخر. فبتطول وتقصر حاجة حسب حجم الرأس بتاعتك. وفيها جلد جميل جدا شيك. ومن هنا برضو من ناحية الأذن في بطانة جلد شيك جدا. تمام. واعتقد هتكون مريحة جدا على الأذن، يعني لو حطيتها على ودني حاسس ان هي تبقى مريحة جدا. مبطنة كويس جدا.
وزي ما شفنا كده في الفيديو ده استعراض للسماعة، مش استخدام. احنا هنشوف هنعمل لها تجربة مستخدم لمدة اسبوعين مثلا، وننقل لحضراتكم كيفية الاستخدام، وايه المميزات بتاعتها، وهل هي فعلا تستاهل السعر بتاعها ولا لأ. بناء على تجربة الاستخدام، احنا لسه ما استخدمناهاش، احنا بنعمل بس مجرد فتح علبة السماعة او انبوكسنج للسماعة مع حضراتكم عشان تشوفوا محتويات العلبة، وهقول لكم طبعا السعر بتاعها حالا يعني. اكتبوا لنا بس في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديوهات اللي بدأنا نعملها الفترة الأخيرة في القناة. هل فيديوهات الريفيوهات دي انتوا حابين النوعية دي من الفيديوهات ولا لأ؟ عشان ده بيفرق معانا كتير ان احنا نعرف آراء حضراتكم في نوعية الفيديوهات اللي احنا بنقدمها لحضراتكم. ده بيخلينا نعرف توجهات المشاهدين او المتابعين بتوعنا، وعلى اساسه ان احنا بننتج فيديوهات مشابهة للحاجات اللي انتوا بتأيدونا ان احنا نعملها في القناة. القناة هتلاقوا فيها ريفيوهات لمنتجات وأجهزة منزلية كتير، خشوا خدوا جولة كده، وهتلاقي فيها أقسام تانية برضو غير الريفيوهات. للمنتجات هتلاقي فيه حاجات تانية، أقسام كتيرة أوي جوه القناة، من ضمنها القسم المميز أوي اللي هو قسم ريفيوهات الأجهزة والمنتجات المنزلية. طبعا كل اللي وصل للدقيقة دي من الفيديو أنا بشكره جدا إن هو كمل الفيديو للآخر. وأنا هقول له السماعة جبتها من محل، مش من نون ولا من ستور، من محل عادي، من محل موبايلات بتعامل معاه. سعرها بالظبط 400 جنيه، بالظبط 400 جنيه. في انواع تانية اللي هي 1200، 1002 او 1004، اصدارات اقل من الاصدار اللي هو 1008، ده احدث حاجة، او يعني اللي انا لقيته عنده احدث حاجة موجودة، كانت موجودة في المحل وقت ما انا اشتريت. الانواع التانية كانت عاملة تقريبا رينج 350 جنيه. بس هو صاحب المحل رشح لي ال1008 دي، قال لي دي أفضل طبعا بكتير من ال1002 أو ال1004. هنعمل تجربة مستخدم ونشوف هل هي فعلا تستحق القيمة مقابل السعر اللي هو 400 جنيه ولا لأ، وهننقلها لحضراتكم برضو. تابعوا القناة عشان يصلكم كل جديد. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك والكومنت الجميل، لان ده بيفرق معانا كتير وبيساعدنا ان احنا نقدم لكم كل جديد في قناة افتكاسات البيت المصري. يا ريت اللايك بتاعك ده بيفرق معانا جدا، يا ريت ما تبخلش علينا بيه. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من قناة افتكاسات البيت المصري.